أهلا وسهلا بكل المتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سهم بريميوم هيلث كير بعد ما عمل هبوط عنيف وصل معانا الأماكن دي، ونصحنا كل الناس الموجودين عندنا في القناة أو كل الناس سمعت التحليل. قلنا إن هو داخل على مكان ارتداد، ونصحنا أي حد كان خسران في الهبوط العنيف ده اللي حصل إن هو ما يبيعش، والسهم لسه في اتجاه صاعد، والسهم ما تحولش أبدا للاتجاه الهابط. ونصحنا أي حد يشوف هنا في الأماكن دي كان هو طبعا نازل كله تصفيرات على الداون، يعني نازل هبوط 10% في الأماكن دي. وقلنا لو شفنا أي تفاعل أو أي ظهور مشتري في الأماكن دي فننصح، ونصحنا كل الناس إن هي بالاحتفاظ، وقلنا إن السهم هيطلع تاني ويعوض الخسارة بتاعتك، وبل إن هو كمان يديلك قمة تانية. وده بالظبط نفس اللي حصل بالظبط في السهم. تمام. طيب حاليا الوضع عشان في حد طلب تحديث للسهم ده. فالسهم حاليا هو وصل لأماكن البيع، خلي بالنا هو وصل معانا لأماكن البيع. تمام. وهنا الشرط يعني الشرط ده برضو مختلف عن الشرطات اللي هي في الأماكن التانية، بس ده أعتقد إن ده الصحيح، إن هو بعد تعديل السعر كذا مرة وبعد تعديل الاسم فهو كده يعني ممكن يكون عمل معانا كده صعود خماسي من الأماكن دي. كان هنا 1 2، وبعد كده كل دي كانت 3، بعد كده 4، وبعد كده 5. ونعتقد ان هو ممكن يكون خلص معانا صعود خماسي، وممكن يبدأ يصحح معانا. تمام. حاليا ننصح طبعا الناس اللي هي كسبت ممكن تجني ربحها، الناس اللي هي كانت خسرانة يعني ورجع تاني لسعرك، وبل ممكن تكون كسبت كمان، ممكن برضو تبدأ تجني أرباح ولو بشكل جزئي. تمام. حتى هنا نلاحظ طبعا هنا في المجدي يعني بيبقى فيه انحراف سلبي طبعا. نص هنا قمة، هنا قمة أعلى من قمة، وهنا على المؤشر يعني مؤشر فوليوم وكده، الفوليوم بتاع المجدي أقل من القمة السابقة. فدي برضو بتبقى حاجة تبين لك إن ممكن السهم فيما بعد يدخل في عملية من عمليات التصحيح. فنخلي بالنا ونفتح برضو فريم أقل شوية، فريم 30 دقيقة. فهنلاحظ برضو ان السهم انهى معانا يعني تقريبا انهى معانا برضو صعود خماسي من الاماكن دي اهو. كان هنا رقم 1، بعد كده هنا عملنا 2، بعد كده صعود قوي في رقم 3، بعد كده 4، بعد كده 5. نلاحظ كده هنا برضو ان دايما التلاتة دايما فيها فجوات، يعني لاحظ هنا كله فجوة. شوف كل الصعود اللي هنا بفجوات، فدي رقم 3، دايما 3 فيها فجوة. حتى هنا الصغيرة، يعني لو نعد الصغيرة كده، الرقم الصغيرة دي هنا 1 2 تلاقي 3 فيها فجوات، شايفين؟ فرقم 3 هي دايما اللي فيها فجوات. حاليا السهم برضو بدأ معانا من هنا، يعني اعتقد ان السهم دخل في مناطق جني ارباح او مناطق تصحيح. فاللي عايز يحتفظ بالسهم هو حر، اللي عايز يجني ربح برضو هو حر. بس انا بالنسبة لي يعني اتوقع ان هو ممكن يكون هيدخل في عملية من عمليات التصحيح. طبعا يعني اللي عايز ينتظر شوية ممكن يصعد اكتر، احتمال يكمل شوية صعود، واحتمال يبدأ من بكرة يكمل صعود، بعد كده يبدأ في عمليات جني الأرباح. طبعا إيقاف الخسائر، يعني إيقاف الخسائر بالظبط في السهم ده عند 1 جنيه و43 قرش. فلو كسر 1 جنيه 43 قرش ممكن نبدأ نرسم ليه مسار تصحيحي، ان هو يبدأ يصحح. بمعنى هو حاليا في الأسعار دي لو شفنا أي كسر عند 1 جنيه 43، لو نزل تحتها حتى لو أغلق يوم تحتها بس، يعني كل اللي محتاجين ان هو يغلق يوم تحتها، هيبقى كده تحول للاتجاه الهابط، يعني اتجاه هابط فرعي من اتجاه صاعد رئيسي. بمعنى لو شفنا اي اغلاق هنا وعمل وفعل لنا ايقاف خسائر، هيكون بعد كده اي ارتداد في السهم هيكون للبيع. تمام. عشان استكمال الهبوط. تمام. ومتستبعدش السهم ده يرجع تاني
عند مكان الشراء ده. فأنا أعتقد أي حد كسبان في السهم تبدأ تجني ربحك عشان ما تتحبسش تاني. طبعا أنا لا أنصح بأي حد يشتري في الارتفاعات دي، تمام؟ يعني انت السهم كنا قايلين عليه في الأماكن دي اهو، في الأماكن دي قلنا إن هو كويس وممكن نشتريه في الأماكن دي لو شفنا أي تفاعل أو شفنا أي بيع وشراء في الأماكن دي ممكن نشتريه. أما حاليا في الأماكن دي فلا ننصح بأي حد إن هو يشتري السهم في المكان ده، تمام؟ مش بعد ما صعد ده كله وانت كنت مثلا مش واخد بالك او ما كنتش بتتابعنا، وتروح بعد كده تشتري في الأماكن العالية دي، تمام؟ السهم طبعا بياخدها صعود وفيما بعد لازم بينزل يصحح بعد كده. فنصيحتي يعني لأي حد بيشوفنا يعني